السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لي ديليز دو مامو. وصفتنا لها اليوم راح نديرو خبز الكوشه باسهل طريقه، راح يخرج معنا رائع البنات. ان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير وما تروحوش بعيد. واللي ما تعرفش القناه تروح على اليوتيوب، تكتب قناه لي ديليز دو مامو، تشترك وتضغط على زر الجرس ليصلها كل جديد، هذا فضلا منكم. ونتمنى لكم فرجة ممتعة في هذه الوصفة وهذا الفيديو. كما راكم تشوفوا البنات، المقادير جد بسيطة وموجودة في كل منزل. نسحقوا 2 حبات بيض، حبة زائد بياض حبة بيض. الصفار راح نسحقوه لا دغور. نسحقوا كاس سميد رطب، كاس حليب يكون دافي، معروف كبيرة خميرة الخبز، معروف كبيرة سكر، 4 مغارف كبار زيت. نسحق الساندويتش للتزيين، كيس خميرة الكيميائية نوارة، الملح، وبالطبع الفارينة. كما قلت لكم انا نستعمل اغروديف. بسم الله. الحاجة الاولى نحيت الصفار على البياض، هاوليك خليته على جنب. هاوليك البياض، راح نزيد حبة تاع البيض، ربع مغارف كبار تاع الزيت، السكر، خميرة الخبز خليها مع الفارينة. راح نخلط، نجيب الحليب تاعي اللي كنت دفيته، هكذا باش تشوفوا كلش البنات. دركا نجيب السميد، بسم الله، اللي قلنا كاس رطب، مغرف كبيرة خميرة الخبز، ونزيد كيس خميرة كيميائية. علاش درنا كلش دوكا على خطرة؟ هنا باش نخليه يتفاعل 30 دقيقة، نغطي عليه. ما ننساوش الملح البنات. فوالا، هنايا بعد ما خلطت كلش الصفار هاو على جنب، هكذا نغطي عليه، نحطه في مكان دافئ 30 دقيقة ونرجع لكم. فوالا، شوفوا معايا هنا بعد ما خمر لي كما قلت لكم خليته حتى عاود اختمر. نحيلو الخمر، نجيب الساندويتش تاعي، دوكا نبدا نزيد في الفارينة. انا راح نعبر معكم الفارينة باش نشوفوا شحال دات. هذا الكاس الاول، كما على بالنا كل فارينة وكيفاش تشرب. هذا البنات ما يسحقش تمسوه كاع باليد، تخدموه غير بالملعقة هكذا. خبز كوشه ولا اسهل، ويجي شباب محمر والساندويتش. نسحقوه شويه طريري البنات، انا راح نزيد له شويه. خبطوه هكذايا بالملعقه تاع السيليكون.
هنايا راني درت له كاس فرينه. كما قلت لكم البنات، هذا الخبز ما يتسحقش كاع تمسيه بيدك، غير بالملعقه. راح نزيد الكاس الثاني بصح غير بالمعروف. هذه الاولى. هاوليك الخبز تاعنا بعد ما درت له كاس وزوج مغارف. انا حبيته بهاد القوام. دوك نجيب البلاطو تاعي، انا راح نستعمل هذا. درت له بابي كويسون وزدت شويه تاع الزيت هكذا من الفوق. نجيب الخبزه تاعي نحطها فوق البلاطو ديريكتومون. هكذا البنات. دركا هذاك الزيت اللي راهو فوق بابي كويسون نعاون به روحي. شوفوا العجينه البنات، نسحقها تلاصق هكذا باش كي يخمر يجيني خفيف الداخل. عاونت روحي بشويه تاع الزيت ونحطو كاع على سطح البلاطو تاعي. الفرن راهو شاعل على 180 درجه البنات. دوك هذا كي نسقمو كاع على سطح السنيوه تاعي نحطو على جنب يختمر ونديرو يطيب على 180 درجه. يطيب من تحت نحمروه ونتلاقاو في النهايه كي يطيب الخبز تاعنا. فوالا البنات، هنايا فيما يخص الاختمار تاع الخبز كي تشوفيه طلع لك ما عندوش وقت، كي تشوفيه طلع لك وديريه في مكان دافئ بيان سور. ديري له دوكا الصفر حبه بيض، درت له شويه حليب، ندهن الخبزه تاعي ونديرها طيب من التحت تتحمر لي، نحيها. والخبز كوشه تاعنا راهو واجد باسهل طريقه. تقدميه الفطور الصباح ولا للقهوه تاع الصباح ولا مالا تاع العصر. فوالا البنات هكذا. شوفوا البنات خبز كوشه تاعنا بسم الله ما شاء الله بعد ما طاب. هذا وين طاب البنات، سخون ناجح رائع. ان شاء الله تجربوه البنات وتكتبوا رايكم في الكومنتير. والى وصفة اخرى ان شاء الله.